السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدوري الفرنسي، توج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي بعد انتهاء مغامرة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم بخسارة غير متوقعة أمام فريق كليرمون. في المباراة الأخيرة من المرحلة 38 خسر باريس سان جيرمان بنتيجة من 3-2 على ملعبه. شهدت المباراة العديد من الأحداث الملحوظة، حيث تم التضامن مع حارس باريس سان جيرمان الإسباني ريكو الذي يعاني من حالة صحية خطيرة. كما تم وداع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس بعد إعلان رحيلهما عن الفريق الفرنسي بطل الدوري. بدأ راموس تسجيل الأهداف لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16، وأضاف زميله إمبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 21. لكن فريق كليرمون رد بسرعة وسجل هدفا في الدقيقة 24 عن طريق غاستين، ثم تمكن الجزائري مهدي زفان من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. يجدر بالذكر أن كي أهدر ركلة جزاء لصالح كليرمون في الدقيقة 37. نجح كي في تعويض ما أهدره بتسجيله الهدف الثالث، وبهذا فاز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي لأنه يمتلك نقاطا أكثر. نشكركم على حسن المتابعة، نرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومتابعة موقعنا أحمد الشريف .com للمزيد من الأخبار الرياضية.